ايه بقى يا ست الكل، نعمل العيش الشامي ده كده مع بعض. تابع الفيديو للاخر. شايف الجمال والحلاوه في فرن البوتاجاز بتاعنا العادي؟ شايفين العيش وجماله تحفه بجد. هتقدروا تعملوه في البيت، العيش الشامي للاولاد وللبيت بكل سهوله وهتوفري. رغيف العيش الشامي اهو، فتحناه زي ما انتم شايفين بكل سهوله في البيت. هنعمل العيش الشامي بتاع السندوتشات اهو. نجيب قطعه جبنه رومي كده ونجرب العيش بتاعنا الجميل ده كده اهو. جبنه رومي، مجربين بقى العيش الجميل بتاعنا اهو. بسم الله. بأي حشو عندنا نقدر ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى عيش شامي. تابع الفيديو للاخر عشان عندنا 500 جرام من الدقيق اللي هو 4 اكواب من الدقيق، ومعلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره وربع من السكر، و5 جرام من الملح او 4 جرام اللي هو معلقه صغيره من الملح. وبنقلب المكونات دي كلها كده مع بعضها. وعندنا كاسه من الحليب. هننزل بكاسه الاول عشان كل دقيق بيختلف السوائل بتاعته عن التاني. فنزلت بكاسه من الحليب كده. وممكن نعجن بميه بس برضو ينفع، وممكن نعجن بحليب وميه، انتم احرار يعني حسب ما تحبوا. وهنا بقى بنبدا نعجن بقى العجينه بتاعتنا. احتاجت تاني حليب او ميه بنزود لها طبعا نص كاسه من الحليب. كان عندي لبن رايب كده في التلاجة فعجنت بيه. وخدت كاستين الا ربع من الحليب. العجينه دي عشان تطلع معايا زي ما انتم شايفين كده، واقعد اعجن فيها واخدم فيها. طبعا حطيت لها 3 معالق من الزيت كبار او معلقتين حسب ما انتوا عندكم. ممكن تحطوا زيت. طبعا حطيت 3 معالق او معلقتين بخدم بيهم بقى العجينه كده. اقعد اخدم بقى كده. العجينه هتاخد معاك 10 دقايق عجين كده. بنوصل للقوام المطلوب كده، صبع يخش ومفيش تكتلات، والعجينه حته واحده كده وما فيهاش دقيق. بنغطيها بقى كده لمده ساعه الا ربع. اهم حاجه الخميره تكون خميره كويسه عشان تطلع معانا العجين خمران والعجين كويس. بلاش بواكه الخميره الصغيره اللي احنا بنشتريها من المحلات دي بتبوظ لنا كل حاجه. طبعا العجينه ناجحه زي ما انتم شايفين بعد ساعه الا ربع. العجينه خمرت كده عشان خميره برضو محترمه. هي خميره فوريه بس محترمه. لو ما عندكمش خميره فوريه ممكن تشتغلوا بالخميره البيره. العجينه كده دي تاخد لها 20 جرام من الخميره البيره. طبعا بنكور بقى العجينه دي كور كده 60 جرام، اللي هو قد الليمونه مرتين كده. بنبدا نكور بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها كده عشان تدينا عيش شامي محترم. وزن العجينه دي من 60 ل 65 جرام. حابين توزنوها ماشي، عايزين تشتروا كده. النص كيلو دي ده عامل معايا 14 عجينه. زي ما انتم شايفين كده بقى بعد ما قطعتهم كده هنسيبهم يريحوا ربع ساعه كده او 10 دقايق جنبي كده. وابدا بقى بعد ما يريحوا ربع ساعه كده ابدا افرد فيهم بقى. باخد العجينه كده واحط رشه دقيق خفيفه كده. وابدا بقى افرد بقى بنشابه عندي بشوبك، اي حاجه عندنا متاحه نقدر نفرد بيها. افرد كده على قد السندوتش او على قد الرغيف ما انا عايز، ما كبروش قوي عشان يبقى فيه لبه كده او في تخانه بتاعتنا بتاعت العيش اللي احنا بنشتريه من المحلات الكبيره او المطاعم الكبيره اللي بناكل فيه فلافل او فول. ده برضو ينفع ناكله بجبنه رومي، جبنه اي حاجه، ينفع تعمله كل حاجه. ينفع اولادك ياخدوا من المدارس. ده التخانه اللي احنا عايزينها من 2 مللي ل 3 مللي زي ما انتم شايفين كده، وده الحجم اللي احنا عايزينه. بنبدا نفرد زي ما انتم شايفين كده بالتناسق. بنفرد الكميه كلها طبعا. طبعا بنبقى عندنا صينيه كده رشينا دقيق وبنحط بقى العجين فيها. وبنبدا بقى نغطي العجين ده كده ونسيبه بقى نص ساعه كده يخمر جنبنا. عشان الخميره ناجحه بتنجح معانا العجين. عشان لو خميره مش كويسه هتخلي العجين بعد ما عجناه ما يخمرش، فده عيب خميره يا جماعه. عشان نكون مع بعض. طبعا انا بحط 3 صواني، او لو عندي صينيه كبيره احطها اسخن الصواني دي كويس. وانزل بقى بالعجين دقيقتين 3 العجين بيطلع او الرغيف العيش بيطلع معايا. واجي قافل عليه وبعد دقيقتين 3 طبعا انا متابعه وهو في الفرن. ببص عليه كل شويه. مش بفتح الفرن بس ببص عليه كده من الازاز. لو محتاج يتلف بلفه وبطلع بقى الرغيف العيش بتاعي الجميل كده. العيش اللي عايز يطلع بطلعه والتاني بسيبه لحد ما يستوي. وطبعا الصواني ما بطلعهاش عشان تتن محتفظة بدرجة حرارتها في الفرن. عشان هو ده العامل الاساسي ان الرغيف يرفع كده لو طلعتها تبرد. والفرن على درجة حرارة عالية من تحت ومن فوق عشان ناخد السلام الشكل عليكم النهائي ورحمة اللي انتوا الله شفتوه. وبركاته. النهارده هنعمل لكم العيش الشامي ده في البيت بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. تحفة. هتقدروا تعملوا العيش الشامي الطري الجميل ده بتاع المطاعم بتاع السندوتشات للأولاد أو ليكم في البيت بنص كيلو دقيق بس. العيش طري ازاي؟ العيش طري ازاي زي ما انت شايفة حضرتك. شايفة العيش عامل ازاي؟ تحفة بجد في البيت. مفيش مستحيل مع الشيف محمود.